هلا، شلونكم؟ اليوم سويت لكم ألذ طبق مقبلات. بالبداية عندي معكرونة سلقتها بماء وملح، وراح أضيف عليها أذرة وزيتون شرائح، وأضيف طماطم مكعبات وخيار مكعبات وجزر مكعبات وفلفل أخضر مكعبات. للصلصة 4 خواشق مايونيز، خاشقتين زبادي، ليمون ورشة ملح وكمون. وهاي الصلصة خلصت أضيفها على طبق المقبلات وأخليه بالثلاجة يبرد. ووراها راح أحضر الحمص بطحينة. هاي الطريقة سهلة للبنات خاصة الموظفات. حمص جاهز راح أضيف عليه ربع استكان راشي، وأضيف عليه كمون وعلبة قشطة وفص واحد ثوم، وإذا عندكم زبادي عاد أضيفه، وزيت هم ربع استكان، وملح، وأخليه بالخلاط وتطلع عندنا أطيب حمص بطحينة. للتبولة عندي هنا بصل أخضر وكرفس ونعناع، وخليت ليمون وبرغل منقعته طبعا، وأخلط هاي المكونات كلها واخلي عليها رمان وزيت زيتون وملح لا تنسوه، تطلع عندنا طيب تبوله. تبل الباذنجان، خليت باذنجان مقليته، خليت عليه راشي وزبادي وفص واحد ثوم وملح وليمون، عصرت نص ليمونه، يعني صار عندي اطيب متبل باذنجان. وهنا كملت المقبلات مالتنا. علينا وعليكم بألف عافيه.